السلام عليكم. اليوم بطل القصة اسمه جحلان، أو باللغة العربية جحلان، لكن أهل اليمن ولأن جحلان من أهل محافظة شبوة فالكثير يسمون الجيم ج. فهذا جحلان عمل الهوايل على قصة حصلت عام 95. إيش قصته هذا جحلان؟ جحلان الله يسلمكم يوم من الأيام 2 من عيال عمه و2 من إخوانه و2 من جماعته، 6 أشخاص، على خلاف مع 4 أشخاص على موضوع مزرعة. صار شد في الكلام في البداية، وبعدين تطور الموضوع، صار مدة إيد، تضاربوا 6 أشخاص اللي هم من جماعة، يعني اللي هم مقربين من جحلان ما كان موجود، و4 أشخاص من الطرف الآخر. هذول لأنهم 6 أشخاص قدروا أن يتغلبون على ال4 ضرب، وكل واحد عنده جنبية وكل واحد كذا، لكن ما كان أحد فيهم شايل سلاحه. المهم في المعركة اللي شيل أبوك حط أبوك، واحد من ال4 انسحبوا خلال المشاجرة من الطرف الثاني، ولأن مكان سكنهم قريب قدر انه يروح يجيب سلاح ويرجع، وبدأ يطلق النار على المقربين من جحلان. قتل اخوانه ال2، وقتل عيال عمه ال2، وقتل 2 من جماعته، صاروا 6. سدحهم، انقلبت الدنيا. طبعا جحلان هذا رجال صحيح انه طيب وراعي نخوة وشهامة ورجولة، لكن رجال طلاب حق. سمع بالسالفة، جحلان على طول خذ سلاحه وقام يركض يدور على ال4 هذول. طبعا عرفهم لأنهم من نفس القرية اللي هم عايشين فيها. هذول الأشخاص ال4 قالوا احنا خلاص، احنا صار اللي صار، وواحد فينا استخدم السلاح وقتل 6 من جماعة جحلان، وجحلان الحين راح يقتلنا، خلونا نهرب من محافظة شبوة ونروح إلى محافظة البيضاء. راحوا هناك عند منو؟ راحوا عند الشيخ السعيدي، قرية الشيخ السعيدي. راحوا للشيخ وقالوا له احنا بوجهك، احنا حصلت معانا مشكلة واحنا داخلين على الله ثم عليك. قال لهم أبد، انتم دخلوا عندي وإن شاء الله إني بحل المشكلة. الشيخ السعيدي هذا رجل طيب وتاريخ من الصلح ولم الشمل ويعني إنه يراضي الطرفين، إنسان حكيم جدا وشيخ قومة. سمع منه بالسالفة جحلان إنه وين ال4 راحوا عند الشيخ السعيدي وصاروا دخلوا عنده والرجال عطاهم الأمان. خلاص قال أنا آخذ حقي. وين بيروحون؟ يوم من الأيام بيطلعون من بيت الشيخ وراح أقتلهم. طبعا الشيخ السعيدي صديقه أو صديق عمره وعشيرة، شيخ اسمه شيخ السوادي، هذا له قرية كذلك ملاصقة من قرية الشيخ اللي هو قرية السعيدي. قال له يبقى امشي خل نروح كوجاهة ونروح نكلم جحلان ونراضيه ونخليه يتنازل، واللي يبيه احنا حاضرين وخلاص، خلينا نكف الله من شر الدم يعني، ونقطع يعني اهل الثار هذا. قال اوكي. فعلا جمعوا الوجهاء الشيوخ والقبائل وعلى راسهم السعيدي والسوادي، وراحوا لجحلان. جحلان قال لهم انسوا الموضوع، واللي جايبينهم معاكم الآن من جماعة ال4 هذول خلوهم يطلعون برا القرية، لأني أنا ترى ما راح أتحكم بأعصابي، أنا عشان جيتكم ما بأرتكب جريمة في أحد فيهم. طلعوا جماعة ال4 هذول اللي اقتلوا المقربين من جحلان، والشيوخ بعد ما عجزوا من جحلان قالوا خلاص كيفك، على راحتك، اهدى وطول بالك وطلعوا. لكن ال4 الأشخاص السعيدي قال خلاص تعيشون عندي في القرية،
ما ترجعون إلى قريتكم، ودام إني موجود على وجه الدنيا فأنتم في حمايتي. وبلغ أهله وجماعته وأهل القرية كلهم أن هذول دخلاء عندي، وانتبهوا لا يجيهم قحلان. قحلان هذا ما راح يسكت، لكن احنا نسوي اللي علينا، احنا نحميهم، اعطيناهم الأمان وخلاص، صاروا في أرقابنا. قحلان ايش قام يسوي؟ كل يوم يطلع من محافظة شبوة ويروح إلى محافظة البيضاء عند قرية الشيخ السعيدي، ينتظر على أطراف القرية، يجلس طول اليوم، أول يوم، ثاني يوم، أول شهر، ثاني شهر، استمر قحلان على هالطريقة والمراقبة لمدة 2 ما كل ولا مل، منتظر اللحظة اللي قال لابد انه يطلعون، على الأقل يطلعون يروحون يتشرون، يطلعون يروحون يشوفون أهاليهم، صايدهم، لكن ما دام انهم موجودين عند الشيخ أنا ما راح أدخل القرية. وما يقدر يدخل القرية لأن الشيخ حاط حماية وكذا يعني، وهذا تقدير اللي حياته، وكذلك أن هذه قرية الشيخ ما له ذنب، لكن هو الرجل دخلوا عليه والتزم، والناس تعرف الأصول. لكن قال أنا انتظرهم لما يطلعون من قرية الشيخ وراح أقتلهم عند باب القرية. 2 وهو يراقب القرية، ما حد يطلع منها ولا يدخل إلا يشوفه قحلان. طبعا الخبر وصل حق ال4 هذول إن قحلان منتظركم عند باب القرية، والله انت عديتوا ما تدرون طلقة تجيكم من أي صوب. وقحلان كذلك يعني هم ذكي، كان حافظ السيارة اللي يملكها الأشخاص ال4 هذول، كانت عندهم اللي هو نيت شاص موديل 84 مميز، وكان يعرفه وينتظر يطالع من بعيد ويعرف ان هالسيارة هذه إذا كانت للأشخاص ال4 ولا لا. هذول انتبهوا قالوا فعلا احنا لو نتحرك بسيارتنا راح ينتبه علينا قحلان ويقتلنا، فقالوا لازم نتخلص من هالسيارة دام ان قحلان يعرفها. باعوها على واحد من أهل القرية، من أهل الشيخ السعيدي، وهذول صاروا ياخذون السيارة ويروحون ويجون، وقحلان ما يدري ان السيارة اصلا مو عند ال4 اللي هو يبي يقتلهم. يوم من الأيام اللي اشترى السيارة من جماعة السعيدي راكب هو وأخوه، راكبين بالسيارة 4 أشخاص، هو وأخوه و2 من جماعتهم، لكن من قرية الشيخ السوادي، لأن القرية ملاصقة لهم، ف2 من السعيد و2 من السوادي راكبين في الونيت الشاص اللي يملك ال4 أشخاص اللي ينتظرهم قحلان. أو يطلعون برا القرية وهم أصلا على فالهم ولا ناسين الموضوع، لأنهم أصلا ما حد يدور وراهم ثار ولا خايفين من شيء، وشارين السيارة يعني، ويعتقدون أن الكل يدري أن السيارة هم شروها، لكن قحلان ما يدري. قحلان أول ما رصد السيارة طالعة من القرية، وكان معاه ولد أخوه وواحد من جماعته. هالسيارة كانت بين القريتين، بين قرية السعيد وبين قرية السوادي، في قرية أو ممر أو طريق يسمونه موقع هذا موكس، أو قرية موكس، أو مدينة موكس، أو ما هي مدينة يعني، هي طريق يعني زراعي أو كذا يعني. المهم أول ما وصلوا لهالموقع أو يبدأ قحلان يرشهم بهالرشاش اللي عنده، خرم السيارة باللي فيها. اسمعوا أهل القريتين إطلاق النار. شو السالفة؟ قالوا واحد أطلق النار على فلان وفلان من أهل القرية ومن القرية الفلانية. يوم جو ولا هذا قحلان أول واحد وصل حق الموقع، هذا شخص يعني للأسف فاقد المرجلة، أنا آسف أقول هالكلمة هذه. ليش سوى؟ هذا أول واحد وصل. يوم وصل قال حق قحلان يا قحلان ترى أنت غلطان، اللي راكبين سيارة ترى ما هم الأشخاص ال4
اللي انت تدور الثار من وراهم. هذول فلان وفلان من قرية السعيد وفلان فلان من قرية السوادي. قحلان تورط لأنه ما كان يقصد انه يقتلهم، هو يبي اللي غريمينه يعني. فانصدم شوي ويصير تبادل اطلاق النار من جماعة القرية، اهل القرية اللي جو. اصيب قحلان، فقام قحلان وكلم الشخص هذا اللي وصل له الموقع اول واحد، قال له انا بوجهك وانا دخيلك وفكني، انا ما كنت اقصد اني اقتل هذول الاربعه، انا كنت اعتقد ان هذول اللي قتلوا عيال عمي واخواني وكذا. قال له انت بوجهي سلم سلاحك وصدقني راح احميك من الشر. قال له هاك هذا سلاحي تفضل. ويغدر فيها الشخص، قام ربط قحلان وسلمه للشيخ السوادي والشيخ السعيدي اللي هذول اللي قتلوا من قريتهم. الحين شفك قحلان، وهذول يعني شيخ السعيد والسوادي عارفين ان قحلان ما كان يقصد هذول، يقصد اللي داخلين على الشيخ السعيدي اللي قاتلين جماعته. فالموضوع فيه خطأ، لكن مهما كان الأمر أصبح الآن جريمة قتل، وقتل 4 أشخاص ويقومون ويسلمون للدولة. وانتم عارفين حكم القبائل في اليمن وخصوصا في التسعينات أقوى بكثير من حكم الدولة. انسجن قحلان طبعا بعد ما عالجوه انسجن، والآن موضوع خلاص، انت قتلت أشخاص ما لهم ذنب وانت راح تحكم بالقصاص وانت كذا، وحتى اللي قتلوا عيال عمك واخوانك انت ما اخذت حقك منهم. فكان ميت قهر من الصوبين، انه قاتل الناس ما لهم ذنب، وان اللي بيقتلهم اصلا افلتهم من العقاب. ويقوم ويكتب قصيدة. طبعا قحلان طلع شاعر كبير، ويكتب قصيدة للشيخ السوادي والشيخ السعيدي، يقول لهم والله انا ما كنت اقصد الاشخاص ال4 هذول، وانا يعني كان دمي فاير على اخواني وعيال عمي وجماعتي ومن هالكلام، وانا اقتلوا من عندي 6 وانا قتلت 4 بالخطأ، وكذلك ما خذيت حقي منهم، من هالكلام. اعطفوا عليه. وهني تجي حكمة الشيوخ. طبعا الشيخ مو كل واحد ينقال له شيخ، يعني فعلا الشيخ هو شيخ المواقف، شيخ الحكمة، شيخ اللي فكر قبل عالم، شيخ اللي يعرف يتصرف، مو شيخ اسم لابس لهالبشت ويفرفر أنا شيخ وأنا شيخ. لا يبا، في أي دولة الشيخ شيخ المواقف والأفعال، مو كلام فاضي. الشيخ السعيدي والسوادي هذول متشبعين من المواقف والمصايب اللي مرت عليهم، وياما فكوا العالم وياما حلوا المشاكل، وعارفين مثل هالأمور هذه تحصل. اجتمعوا وراحوا لقحلان، قالوا له اسمع يا قحلان، احنا عارفين انك قتلت ال4 اللي من جماعتنا ما كنت تقصد، واصلا احنا نحمي الاشخاص اللي قتلوا جماعتك، وهذول اصلا من جماعتك، يعني انت علشان جماعتك قتلوا بعضهم بعض انت قتلت من جماعتنا، لكن احنا ما راح نظلمك وراح نعطف عليك ونسامحك، وراح نعتبر ال4 اللي من جماعتنا هم بدل ال6 اللي جماعتك قتلوا عيال عمك. سكت قحلان، قال لا، وبعد يبقى لك 2، وال2 احنا راح ندفع لك ديتهم، ونبيك التنازل عن القضية السابقة وخلاص، ونقطع الشر والتصالحون. طبعا قحلان ما صدق ان تنحل القضية بهالسهولة، ووافق، وعطوه دية 2، وحسبوا ال4 بدل ال4 اللي انقتلوا من أهله. وانتهت قصة ثأر كانت إنه راح تكبر
وكل واحد يطالب بثار القبيلة الأخرى، وصارت في قبيلتين أخرى. يعني الموضوع كل ما لو يكبر، لكن الحمد لله بحكمة الشيوخ انتهى الموضوع وتم الإفراج عن قحلان. طبعا قحلان اسمه أحمد علي سعيد المرزقي. اللي يبي يسمع القصيدة، وقصيدة جميلة جدا، لكن إن شاء الله راح تفهمون عليها. يعني أنا أقصد اللي من دول أخرى اللي تختلف لهجاتهم. تقدر تدخل على اليوتيوب وتكتب قحلان المرزقي، راح تسمع القصيدة الجميلة. وأصلا قحلان إلى اليوم عايش وحي يرزق، وله أكثر من فيديو على اليوتيوب. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.